وللمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع نربط الاتصال مباشرة بالمدرب الوطني مصطفى بسكري. سيد بسكري، مرحبا بك معنا في نشرة أخبار الرياضة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي، بداية ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل؟ اولا التقييم النتيجه لما تكون في اقصاء يعني نتيجه سلبيه بالطبع، لان تلعب الدور الاول وترجع للديار، هذا ما هوش ربما في انتظار يعني ربما المسؤولين تاع كره القدم، ولهذا نظن باللي انها ماشي نظن يعني متاكد بانها نتيجه سلبيه من ناحيه النتائج. اما بالنسبه الاداء نقدروا نقولوا ما كانش يعني فرق كبير ما بين الفرق. لو نشوفوا النتائج يعني يعني نتيجة هدف يعني كاين الفرق 3-2 و2-1، والمباراة الأخيرة كانت هدف. نظن يعني بعض الأمور اللي ربما ما كانتش لم تؤخذ بعين الاعتبار كما ينبغي، خاصة أن الحارس شعال هو حارس في المستوى، أدى موسم مع اتحاد الحراش كما ينبغي. نظن باللي ما كانش محضر كما ينبغي باش يكون هو الأساسي، رغم أن يعني صالحي هو الأساسي. لما تجرح ما كانش من الناحية المعنوية، وحتى ربما يعني في التحضير بحد ذاته التقني ما كانش في المستوى باش يعني يلعب مباريات ذوي مستوى عالي. سيد مصطفى بسكري، فقط لو سمحت استسمحك عذرا سيد بسكري، يعني إذا كان بعض المحللين والمختصين يقولون بأن للحارس فريد شعال ربما سبب مباشر في إقصاء المنتخب الوطني الأولمبي، كيف تقيم أداء المدرب أو الناخب الوطني بيير أندري شورمان؟ هنا يعني نقطة سلبية للناخب الوطني، لأن ما حضرش الحارس تاعو كما ينبغي، وهذا ماهوش يعني شورمان يعني يعني المحضر تاع الحراس اللي هو نظن يعني بولي اللي ما كانش في المستوى، ما حضروش كما ينبغي. حتى الحارس بحد ذاته شعال قال لك لم أحضر، يعني ما حضرونيش كما ينبغي باش نكون انا الحارس الاول. هذا الشيء اللي يعني انعكس سلبا على المنتخب الوطني، لان في المقابله الاولى نظن باللي كان في وسع المنتخب الوطني باش يفوز بالمقابله، حتى مع ضد الارجنتين نفس الشيء. وهذا اللي نظن من ناحيه التحضير كان تحضير ناقص جدا، لان ضيعنا فرصه باش ندوزوا للدور الثاني ونكونوا يعني ولما لا نلعبوا الادوار الاولى. نقطة أخرى سيد مصطفى بسكري لو سمحت، يعني مستقبل هذا المنتخب الشاب الذي ربما حقق خطوة في سجل الخبرة والتجربة في الأولمبياد، كيف ترون بحكمكم في مجال التدريب مستقبل هذا المنتخب الفتي؟ يعني هذا المنتخب انا شخصيا لو اللاعبين هذو انا نقول لك يعني مباشره، لو اللاعبين هذو يقعدوا في الفرق نتاعهم هنا في الجزائر يعني ما راحش نديروا فيهم الثقه اللازمه باش يكونوا في المنتخب الالف. ولهذا يعني كاين بعض اللاعبين عندهم مستوى وقادرين يعني لو يساعدوهم يعني يروحوا يلعبوا في اوروبا في فرق اللي يناسبوهم واللي قادرين يلعبوا فيها، هذاك يعني يخلوا يطوروا الامكانيات تاعهم، وهكذا فريق المنتخب الوطني الف يستفاد من هذا اللاعبين. اشكرك جزيل الشكر المدرب الوطني السيد مصطفى بسكري، كنت معنا عبر الهاتف.